مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطبيب. عزيزي أنا عايزك تركز معايا جدا جدا وتصبر، لأن الموضوع ده مهم جدا جدا، إن كل أم وكل أب وكل إنسان عايش على الأرض يبقى عارف عنه وفاهم عنه كويس جدا جدا جدا. وده لأن احنا كده كده الموضوع ده بنتعرض له، واغلبنا ما بيبقاش عارف ازاي يتعامل معاه، وبيواجهوا تساؤلات كتيرة عنه وما بيبقاش عارف او مش لاقي اي حد يجاوبه عن التساؤلات اللي عنده. فخليك معايا وركز كويس، حتى لو انت ما فهمتش في الاول فانا هبسط لك الموضوع جدا جدا، وهاخد بايدك وهخليك تطلع من هنا عارف كل جوانب الموضوع بتاع السخونة، وعارف كل التساؤلات اللي بتواجهك وانت مش عارف اجوبتها. طفل صغير صحي من النوم، راح المدرسة وكان سليم وكان الوضع عادي وطبيعي جدا، ولما رجع من المدرسة دخل قال لمامته انا جسمي همدان ومكسر ودماغي مصدعة وتعبان ومرهق وحاسس ان انا بردان قوي، وكان عمال يرتعش جدا وتعبان جدا جدا. فالام حطت ايديها على دماغه وقالت له انت جسمك سخن قوي، خش ارتاح وانا هجيب لك برشام خافض للحرارة او دواء خافض للحرارة او اي حاجة تنزل حرارتك. وابتدت الام تجيب له الخافض الحرارة وتديهوله، وابتدت كمان انها تعمل له كمادات عشان تنزل حرارته باي شكل من الاشكال، ودخلته تحت الدش المية الباردة عشان جسمه يبرد بسرعة. والحقيقة عزيزي هو ان انا قلت لك دلوقتي كلام متناقض لو انت ركزت فيه شوية. الولد جه وقال لها انا جسمي همدان وتعبان عادي، ولكنه قال لها انا حاسس اني بردان جدا وعمال يرتعش من البرد. والام حطت ايديها على جسمه وقالت له انت جسمك سخن جدا. هل ده منطقي؟ يعني ازاي هو جسمه سخن او درجة حرارته فوق الطبيعي وفي نفس الوقت هو حاسس انه سقعان وبردان ومش طايق اي حاجة ساقعة حواليه؟ وبمجرد ما الام اصلا دخلته تحت المية الباردة او الدش عشان جسمه يبرد، الولد ارتعش جدا جدا وقال لها غطيني عشان بردان. كان عايز يتغطى ببطانية والتانية وهو اصلا درجة حرارته اعلى من الطبيعي. والحقيقة عزيزي مش دي بس الحاجة الغريبة. السؤال التاني اللي بيجي برضو في اذهاننا كتير، هي السخونة مرض ولا السخونة عرض لمرض تاني؟ وفي ناس كمان كتير تعرف عن السخونة ان هي رد فعل مناعي. طب اما السخونة رد فعل مناعي، ليه انا باخد خافض حرارة؟ يعني من الاخر السخونة دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ ولو هي حاجة فعلا حلوة انا ليه ببقى عايز انزلها؟ والحقيقة عزيزي هو ان انا هجاوبك على كل الاسئلة اللي بتدور في ذهنك، وهحط معاك في الاول اسس هنمشي عليها وثوابت لازم تبقى عارفها، وبعدين هاخدك معايا في رحلة. الاول يا عزيزي ايه هي الاسس اللي احنا عايزين نحطها ونثبتها؟ القاعدة الاولى يا عزيزي بتقول، او النقطة الاهم اللي لازم كلنا نكون عارفينها، هي ان السخونة مرتبطة باي عدوى، سواء كانت عدوى فيروسية او عدوى بكتيرية او عدوى فطرية، اي نوع من انواع العدوى. ومرتبطة كمان بالالتهابات اللي بتكون موجودة في جسمك، سواء خراج او دمل. والرحلة يا عزيزي اللي انا هاخدك فيها بتبدأ من اول ما ميكروب يحاول يقتحم جسمك. اول ما ميكروب سواء بكتيريا او فطر او فيروس يحاول انه يدخل جسمك، بتبدأ تواجهه السبل المناعية اللي جسمك بيبقى حاططها عشان تمنع اي ميكروب من انه يخترق جسمك او حتى يدخله. ولكن في بعض الاحيان بتبدأ الوسائل المناعية اللي جسمك بيكون حاططها عشان تمنع اختراق جسمك من اي فيروس او فطر او بكتيريا او اي ميكروب عموما، بتفشل في ان هي تمنعه، والميكروب بيبدأ يدخل جوه جسمك ويبدأ يوصل كمان للدم. ودلوقتي يا عزيزي الميكروب بقى فعلا موجود في الدم، هيقعد يتفرج كده ويسكت؟ لا يا عزيزي. اول حاجة الميكروب بيبدأ يعملها هو انه بيطلع
مواد كيميائية اللي بنسميها البيروجينات أو البيروجينز. والبيروجينات أو البيروجينز دي يا عزيزي مواد كيميائية بتكون موجودة أو بيفرزها الميكروب اللي دخل في مجرى الدم، وبالتالي هي هتمشي مع مجرى الدم وهتوصل لكل مناطق جسمك تقريبا. ومن المناطق اللي هي بتوصل لها دي يا عزيزي بتكون المخ، وكمان بتبدأ ان هي تعمل تأثيرات في بعض المناطق اللي بتكون موجودة في جسمك، وكمان مناطق موجودة في مخك. زي مثلا البيروجينات اول ما بتوصل للمخ بتبدأ تروح لمنطقة تحت المهاد او منطقة الهايبوثالاموس، وبتبدأ ان هي توصل لمركز ضبط الحرارة اللي بيكون موجود في المخ. مركز ضبط الحرارة او مركز ضبط الحرارة اللي بيكون موجود في المخ، هو في حاجة اسمها كده يا طبيب؟ يا عزيزي، مخك بيكون فيه مركز ضابط حرارته او ضابط حرارة جسمك ككل عند درجة حرارة معينة، واللي هي بتتراوح ما بين 37 ونص. فلو درجة حرارة جسمك قلت عن 37، جسمك هيبدأ يبذل أو يبدأ يعمل بعض الميكانيزمات أو بعض الحاجات عشان يرفع درجة حرارته تاني. ولو درجة حرارة جسمك زادت عن 37 ونص، برضو جسمك هيبدأ ياخد رد فعله وهيبدأ يعمل بعض الميكانيزمات أو بعض الحاجات عشان يقللها تاني. واللي بيحصل يا عزيزي إن بمجرد ما البيروجينات أو المواد الكيميائية دي توصل لمنطقة ضبط الحرارة اللي بتكون موجودة في المخ او في منطقة تحت المهاد في المخ، بتبدأ انها تعمل تعديل في نقطة الحرارة اللي بتكون مظبوطة عندها. وبدل ما درجة الحرارة بتكون مظبوطة في المركز ده عند 37 ونص والدنيا كلها تمام، بتبدأ ترفعها وتظبطها مثلا عند 38 39 او اي درجة حرارة عالية. فيبدأ جسمك يفهم ان دلوقتي درجة الحرارة بتاعته اقل من درجة الحرارة اللي هو المفروض يبقى موجود عليها، فيبدأ يحاول جاهدا انه يرفع درجة الحرارة من الطبيعي اللي هي 37 ونص ويوصلها لدرجة الحرارة اللي مش طبيعية اللي ممكن تبقى 38 او 39. طب ما ده معناه طبيب ان درجة الحرارة ديت لما بتزيد حاجة وحشة. بص يا عزيزي، مفيش حاجة وحشة في المطلق ومفيش حاجة حلوة برضو في المطلق. بمعنى درجة الحرارة دي لما بتزيد بتبدأ تعمل مشاكل كبيرة جدا جدا على وظائف جسمك المختلفة، وبتأثر كمان على انزيماته. ده لأن انزيمات جسمك متظبطة ان هي تشتغل في درجة حرارة معينة، لا تزيد ولا تقل. ولو زادت او قلت درجة الحرارة بيبدأ يحصل خلل في وظائف الانزيمات دي وتبدأ تتأثر. ومش كده وبس يا عزيزي، حتى الفيروس اللي بيطلع المواد الكيميائية اللي بتعدل درجة الحرارة هو نفسه بيتضر من ده، لان الفيروس بيبدأ يضعف من درجة الحرارة العالية. ومش كده وبس، كمان الخلايا المناعية بتاع جسمك بتشتغل عند درجة الحرارة الأعلى دي بشكل أحسن وبسلاسة أكبر. عشان كده ممكن نقول إن درجة الحرارة دي هتكون مفيدة في الأول في إنها تساعد جسمك إنه يتغلب على انتشار الفيروس أو انتشار البكتيريا أو انتشار الفطر ويحد منه. ولكننا ما نقدرش نسيبها فترة طويلة، لأن هي هتبدأ تخرب الدنيا وتبدأ تبوظ انزيمات جسمك. عشان كده احنا لازم ننزلها وناخد خافض حرارة بسرعة جدا. والحقيقة يا عزيزي ان الكلام اللي انا قلته لك ده يفسر هو انا ليه درجة حرارتي اعلى من الطبيعي وانا حاسس ان انا بردان. ده لان انت ممكن تكون درجة حرارتك 38 ولكنها مظبوطة في المخ على ان هي 39، فجسمك دلوقتي فاهم ان هو درجة حرارته اقل من الطبيعي، فبيبدأ يحاول بقدر الامكان انه يزودها. عزيزي انا حاسس ان انت اتلخبطت، لكن انا مش عايزك تتلخبط. انا هقول لك الموضوع بشكل مبسط اكتر. خلينا نتخيل ان انا دلوقتي موجود في القطب الشمالي او موجود مثلا في روسيا او في اي بلد برد جدا، وانا جيت اقيس درجة حرارتي هلاقيها برضو بتتراوح ما بين 37 و 37 ونص.
وعايزك تتخيل معايا ان انت موجود في منطقة من مناطق افريقيا اللي الجو فيها حر جدا، وانت برضو جيت تقيس درجة الحرارة، هتلاقيها برضو بتتراوح ما بين 37 و 37 ونص. طب ده ازاي بيحصل؟ ده يا عزيزي لان انت سواء انت موجود في مكان درجة حرارته عالية او في مكان درجة حرارته اقل، فانت جسمك لازم يكون حرارته ثابتة ما بين 37 و 37 ونص، وهو بيبدأ يمشي على خطوات عشان يثبت درجة الحرارة دي. فلو مثلا انت موجود في مكان حر، جسمك بيبدأ يعمل الآتي: أول حاجة بيقلل من معدل الحرق عشان يقلل من درجة الحرارة اللي هو بينتجها. رقم 2 بيبدأ انه بيطلع عرق كتير عن طريق الغدد العرقية او الغدد العرقية اللي بتكون موجودة في الجلد، عشان العرق ده بيبدأ يتبخر وبيبدأ يقلل برضه من درجة حرارة جسمك. رقم 3 بيبدأ يعمل توسيع في الأوعية الدموية اللي بتكون موجودة في أطراف جسمك، وده عشان يسهل من وصول الدم للأطراف دي، وبالتالي يسهل من انتقال درجة الحرارة اللي بتكون موجودة جوه جسمك، ويبدأ انه يسرب الحرارة منه ويطلعها للجو. كل الحاجات دي بتقلل من درجة حرارة جسمك لو الجو حر، وبتحافظ عليها عند من 37 و 37 ونص. وعكس كل اللي انا قلته لك ده بيحصل لو انت موجود في مكان بارد او الجو برد حواليك. بيبدأ جسمك يقلل العرق اللي خارج، وبيبدأ انه يقلل الدم اللي واصل للأطراف عشان يمنع تسريب درجة الحرارة او يمنع فقدان درجة الحرارة منه للجو، ويحافظ على درجة الحرارة جواه. وبيبدأ انه يعلي من معدل الحرق عشان ينتج حرارة اكتر، وبرضه يفضل محافظ على درجة حرارة جسمك ما بين 37 و 37 ونص. عزيزي انا حاسس ان انت اتلخبطت، فلو انت اتلخبطت فعلا انا عايزك تسيبك من كل الكلام ده وتاخد منه حاجة واحدة بس مهمة، هو ان انت عندك مركز درجة حرارة موجود في دماغك. درجة الحرارة اللي مظبوطة في المركز ده هي درجة الحرارة اللي جسمك بيكون مظبوط عندها، ولو درجة الحرارة قلت او زادت عن اللي مظبوطة في المركز ده، جسمك هيبدأ يعمل رد فعل عشان لو قلت يعليها ولو عليت يقللها. ده المهم. طيب يا طبيب، انا دلوقتي المفروض اعمل ايه لو انا درجة حرارة جسمي اعلى من الطبيعي؟ الموضوع سهل وبسيط جدا يا عزيزي. في الاول انت بتاخد خافض حرارة وبتفضل تاخده لمدة 3 ايام، عشان كل ما حرارتك تعلى هيبدأ انه ينزلها. وما بتاخدش مضاد حيوي منك لنفسك قبل اول 3 ايام. ولكن لو ابتديت ان انت تحس ان درجة حرارة الجسم بتعلى جدا جدا، وان الولد تعبان جدا ومجهد، في الحالة دي انت هتاخده وتروح تزور طبيب، وهيبدأ الطبيب يكشف عليه ويحدد اذا كانت العدوى دي فيروسية بكتيرية فطرية، وبناء عليه هيوصف لك العلاج اللي انت هتمشي عليه واللي انت هتديه لابنك، وهيبدأ يعرفك ازاي تتعامل مع الدواء اللي هو هيكتبه لك. وفي النهاية يا عزيزي، انت لو جيت دلوقتي تفكر او تركز او تراجع الكلام اللي انا قلته لك، هتلاقي ان سبحان الله مفيش اي حاجة في جسمنا او مفيش اي حاجة بتحصل الا وليها منفعة في الوقت اللي هي حصلت فيه، وان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيحاول انه يحافظ علينا، وبيحاول انه دايما يحافظ على صحتنا، يمكن حتى اكتر من نفسنا. وما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.